سلام وبركات عليكم ومرحبا بكم في سوسيال بالدارجة. الهدف من الفيديو ديال اليوم هو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من مجانية سماعات الأذن الطبية. هذه المجانية كتهم الناس اللي عندهم تغطية صحية ديال الضمان الاجتماعي أو لا لميتويال، وكذلك الناس اللي عندهم الرمد. نبداو على بركة الله. النسبة ديال الاشخاص اللي كيعانيو من مشاكل في السمع غادي في ازدياد، وهذا ناتج على بزاف ديال العوامل بحال التقدم في العمر، استعمال بعض انواع الادويه، تعرض للضجيج، الضوضاء، والاستماع للموسيقى بشكل مرتفع، وكذلك بعض الالتهابات. احيانا المشاكل ديال السمع كتطور الاعاقات دائمه. حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، يبلغ عدد الأشخاص الصم بالمغرب 63400 شخص، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة. نسبة ديال 60% ديال الأشخاص اللي عندهم إعاقة عندهم الرمد، 15% عندهم ضمان الاجتماعي، و12% عندهم لاكنوبس. هذا الإحصاء دار سنة 2014 من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. منظمة الصحة العالمية كتنصح الناس الكبار في السن اللي كيفوقوا 50 سنة، والأشخاص اللي كيتناولوا أدوية سامة للأذن، وكذلك الأشخاص المعرضين للضوضاء في المكان ديال العمل ديالهم، بحال مثلا قطاع البناء، قطاع التصنيع أو قطاع التعدين، أنهم يديروا الكشف المبكر. أولوية خاصة خصنا نعطيوها للوليدات سواء في سن الدراسة أو دون سن الدراسة. علاش؟ لأن ضعف السمع إلا ما تعالج كيؤدي للإعاقة ديال النماء. الوليد ما كيكبرش مزيان، ما كيقدرش انه يهضر، ما كيقدرش انه يتواصل، بلا ما نهضروا على المشاكل النفسيه، المشاكل العاطفيه، وكذلك المشاكل ديال الدراسه، ما كيقدرش انه يتبع في الدراسه ديالو. سنة 2018 منظمة الصحة العالمية طلقت واحد التطبيق مجاني باش الناس اللي عندهم أصلا مشاكل في السمع أو لا الناس اللي خدامين في ميادين خطرة على الأذنين يتحققوا من القياس ديال السمع. ولكن هذا التطبيق لا يغني على ضرورة الاستشارة الطبية. بالنسبة للناس اللي عندهم تغطية صحية ديال لاسينيسيس أو لاكنوبس أو لا عندهم إمكانات مادية، ممكن أنهم يتوجهوا لطبيب اختصاصي في الأذن، الأنف والحنجرة مباشرة. بالنسبة للناس اللي عندهم الرمد، ممكن أنهم يتوجهوا للمركز الصحي الأقرب لهم أو ما يسمى بسبيطار ديال الحومة، والطبيب اللي تما حسب الحالة ديالكم يا إما غادي يوجهكم للطبيب الاختصاصي يا إما غيدير معكم إجراء آخر. من بعد ما عرفنا هاد المعلومات كاملة غادي ندوزو للإجراءات اللازمة باش تستافدوا من السماعات، سواء بالنسبة للناس اللي عندهم التغطية الإلزامية على المرض، سواء بالنسبة للناس اللي عندهم الرمد. غنبداو اولا بالناس اللي عندهم لاسينيسيس او الضمان الاجتماعي. بالنسبه للاسينيسيس ممكن الاستفاده من تعويض القدر ديالو 5000 درهم على سماعات الاذن. من مره ما كتشوفوا الطبيب المعالج ديالكم كتعمروا الورقه ديال العلاجات، وكيكتب لكم الطبيب اشنا هو النوع ديال المرض بالتفصيل، زائد اشنا هو النوع ديال السماعات ديال الاذن اللي خاصكم اللي كيليق لكم. كتزيدوا على هاد الوثائق ميزان ديال السمع ولو دوفي. لو دوفي هو واحد الوثيقه اللي كتاخذوا من عند الشركه اللي كتقد لكم السماعات ديال الاذن، اللي كيكون فيها الثمن، كيكون فيها كذلك التاريخ والامضاء ديال الشركه، كيكون فيها الاسم التجاري ديال السماعات والخصائص ديالها، وكذلك التاريخ اللي متوقع انكم ديروا فيه السماعات الطبيه ديالكم. بالنسبه للاكنوبس كتزيدوا على هاد الوثائق كوبي ديال لاكارت ناسيونال، كوبي ديال لاكارت دي ماتريكولاسيون،
وواحد الفورمولير ديال دوموند ديال لاشا دو ديسبوزيتيف ميديكال، يعني هاد السماعات ديال الاذن. من بعد ما كتجيكم الموافقه سواء من طرف لاكنوبس او لا سنسس حسب الحاله ديالكم، من مورا ما كتقتنيو السماعات ديالكم كتصيفطوا لا فوي دو سوان، ورقه ديال العلاجات مسيني فيها الطبيب ومعاها الموافقه ديال لا سنسس او لا كنوبس اللي خديتو، زائد الفاتوره ديال الفورنيسور. بالنسبه للناس اللي عندهم الرماد، يفضل انه من بعد ما ديروا الاستشاره ديال الطبيب العام بالمركز الصحي ديالكم، تمشيو للمندوبيه ديال الصحه، غادي تسولوا على المصلحه ديال المساعده الاجتماعيه. المساعد او المساعده الاجتماعيه اللي كاينه في المصلحه غادي تزودكم بكافه المعلومات اللازمه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا ديجا شافوا الطبيب الاختصاصي وكان عندهم الميزان ديال السمع، كتزيدوا عليه فقط صوره ديال البطاقه الوطنيه وصوره ديال بطاقه الرماد. وبالنسبه للوليدات الصغار يزيدوا شهاده مدرسيه. المسائل التنظيميه والموارد الماليه كتختلف من منطقه لمنطقه، هادشي علاش الاستفاده ماشي مضمونه، حسب الاولويه وحسب التاريخ ديال الوضع ديال الطلب ديالكم. الاثر ديال الفقدان ديال السمع الغير المعالج كيكون مكلف جدا، لا بالنسبه للاسر ولا الافراد ولا كذلك الدول. ملي الانسان كيفقد حاسه السمع ديالو وما كيعالجهاش، بزاف ديال الجوانب ديال الحياه كتقاس ليه، منها التواصل، ما كيقدرش يتواصل بشكل كافي مع المحيط ديالو، كذلك الادراك والتعليم، كيلقى مشاكل في العمل كذلك، والاندماج الاجتماعي، كيحس بالوحده وكذلك الناس كيوصموه. لهذا الوقايه خير من العلاج، والكشف المبكر احسن من الكشف المتاخر. الفيديو وصل للنهايه ديالو، كنتمنى ان جميع الاجراءات تكون واضحه بالنسبه لكم. الا عندكم اي تساؤلات او ملاحظات خليوها لي في التعليقات، وإلا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا بالقناه. نهاركم مبروك.